ازاي رسيت على ماتشين، رسيت على ماتشين من 4 ماتشات، تخفيض عقوبه محمد الشناوي من 4 ماتشات لماتشين. خلاص اي حد، اي لاعب، اي مدير فني، اي حد متضايق من حكم، مخنوق منه شويه، حس ان هو جه عليه، حس ان هو ظلمه، يضربه على قفاه، يضربه على وشه، على الرغم ان الحكم اللي اتضرب على قفاه دوت مش هو كان حكم الماتش، مش هو اللي كان معاه المشكله اصلا، ولا ليه ذنب في اي حاجه. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ يعني هو اتضرب كده من غير ذنب، وفي الاخر الشناوي رست معانا ماتشين يا مؤمن. يعني تقل من الحكم وتهزق الحكم، وفي الاخر ترسى على ماتشين بعد كده. خلاص انت بتخلي الحكم مستباح، بتقول للعيبه ما يعني مش هتفرق ماتشين. ممكن اي مدير فني عنده لاعب اصلا ما بيعتمدش عليه ينزله مخصوص عشان يضرب الحكم على قفاه وعلى وشه، وفي الاخر هترسى عليه على ماتشين. ده شيكابالا يا راجل قال لاحمد مجاهد انت اهلاوي، انت اهلاوي، مش شتيمه ولا اي حاجه، هو ما غلطش فيه، توقف 8 ماتشات. فرجاني الحكم وقعت منه السماعه بس هو بيكلمه كده، وقع السماعه يا عم، خد 6 ماتشات وطالبه بترحيله. قيس على كده بقى عقوبات كتير قوي، اقل حاجه فيها كان 6 و8 ماتشات، وفي الاخر تقول لي مش نادي الدوله. سلام.